ايه هي الكونسبت بتاعت الكونسياج ليفل برايفت هيلث كير؟ هي الفكره ان المريض بيتم المعامله معاه كانه شخص وليس كانه فرد من وسط 100 مريض تاني. ودي حاجه بتبان من اول ما الدكتور يقعد مع المريض ويديله وقت في العياده عشان يشرح له مشكلته ويشرح له ايه الطرق العلاجيه المختلفه الموجوده، ولو هيتم اجراء جراحه يشرح له تفاصيل الجراحه والاكسبكتيشنز او التوقعات اللي بعديها وما إلى ذلك. وبعد كده لما المريض يفكر أو يختار إن هو يعمل الجراحة يبقى في فريق معاه يقدر يتواصل مع المريض ويحددوا إيه المستشفى المناسبة للمريض وليست فقط مناسبة للجراح. لو في أي إجراءات أو أوراق محتاجة تخلص من ناحية شركات التأمين أو مع الشغل للأجازات يبقى في فريق معاه متخصص يساعده في الأوراق اللي مطلوبة، وبعد العملية يقدر بسهولة يوصل للفريق الطبي لو في أي أسئلة أو أي استفسارات، ومش بس يوصل للفريق الطبي يقدر يوصل للجراح لو في أي مشكلة أو أي تساؤلات بعد العملية. وكمان يبقى الفريق الطبي موجود معاه عشان يختار إيه المكان المناسب ليه عشان يعمل التأهيل اللي محتاجه بعد العملية ويوصله بالفريق بتاع التأهيل ويبقوا على تواصل مع بعض.